القشطوطة ترند الأيام دي، وأحلى وألذ وأطيب كيكة فعلا. زي ما بيقولوا أطرى كيكة كمان، وسهلة جدا. بصوا بقى، هتقدروا تعملوها في دقايق، سهلة جدا. شاربة لبن، أو تسموها كيكة الحليب الساخن، أو كيكة تريليتشي التركية اللي مسقية بالحليب، فهتبقى بقت قشطوطة. بصوا خطيرة جدا، الطبقات بتاعتها ومرتفعة ازاي، وشاهقة الارتفاع. وهقول لكم التكات والحركات، ولا بقى خل ولا الكلام ده. هي خطوات بسيطة جدا، هي اللي بتفرق معاكم، وهطلعها مظبوطة جدا، ومن غير بقى هبد وكلام كتير وتأليف. بصوا طريقة ازاي روعة. بصوا طبقة الكريمة والكراميل اللي من فوق، وكمان الكيكة مرتفعة جدا. وبصوا بتنز ازاي، بوريكم انها بتنز من اللبن اللي هي شرباه، بجد تحفة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا بخير. يلا بينا نعمل كده أحلى وأطرى كيكة بجد. كيكة الحليب الساخن، بس بقى مزينينها كده وسقينها، فديت بقت أشطوطة، أو كيكة التريليتشيا التركية. بقت أشطوطة لما سقيناها كمان لبن، فبقت أشطوطة. بصوا بقى، معايا 4 بيضات بدرجة حرارة المكان. ودي تركه مهمه جدا، لازم تطلعيهم بره التلاجة كده من قبلها بشويه. ومعايا فانيليا، 2 من الفانيليا، وكوبايه ونص من السكر الخشن العادي بتاعنا، ونص كوبايه من الزيت. وحطيتهم كلهم في الخلاط عشان يسهلوا عليا الضرب. اضربهم بالطريقه دي لغايه لما الاقي اللون بتاعهم يبدا بقى ياخد اللون الفاتح. ضربتهم حوالي 3 4 دقايق كده، وبعد كده هحطهم في الطبق دوت، علشان هضربهم كمان مره، لان حساهم انهم عايزين يفنشوا اكتر، يعني يبقى داخلهم هواء. هستخدم بقى المضرب الكهربائي ده، ممكن تستخدميه من البدايه، بس هيطول عليكي الضرب على بال ما يدوب الحبيبات بتاعه السكر. فانا اختصرت بخطوه الخلاط يعني. بصوا بقى لغايه لما فتح وفنش وتضاعف الكميه، ولا بقى خل ولا اي حاجه. وفي ناس تقول لك ما فيهاش زيت، لا فيها يا جماعه، وهو ده السر فيها شاشتها. معايا بقى كيك دقيق قصدي، متعدد الاستخدامات. هاخد منه كوبايتين ورشه من الملح، وكمان كيس بيكنج باودر او محسن الكيك دوت. واقلبهم كده المكونات الجافه، نقلبهم على الجنب. وبرده ده من نجاح الكيكه جدا، انك انتي توزعيهم حلو في بعض قبل ما نبدا ننزل بيهم بالتدريج على السوائل بتاعتنا اللي احنا ضربناها. وشفتوها معايا ازاي لونها فتح. اهم حاجه يبقى لونها فاتح وكبرت كده وفنشت، يعني تصبري عليهم في الضرب شويه، حسبة 7 دقايق، وممكن يوصلوا ل10 دقايق كمان بالمضرب الكهربائي اللي ماسك اللي هو اليدوي يعني. بصوا بقى، بوزعهم كده عليها حلو جدا لغايه لما ما بقاش فيه اي تكتل. دلوقتي معايا كوبايه من اللبن، وهحطها في حاجه تتحط على النار، وعليها معلقتين من الزبده، وكمان سايباهم على النار لحد ما يغلوا. لازم اللبن والزبده يغلوا مع بعض حلو بالشكل ده، مش يسخنوا بس، لازم يغلوا اهو. بصوا بقلب كده، بديها تقليبه علشان يعني يندمجوا الزبده مع اللبن. بصوا الدخان، اللبن، كوبايه اللبن مع الزبده خليتها غلت على النار. ما تخافوش، مش هتفقد مفعول البيكنج باودر ولا حاجه. وحطهم بقى على الخليط بتاع الكيكه بتاعنا. بصوا بقى بالراحه، عشان ما تتلس يعني ما تلسعناش وكده، لانه طبعا اللبن هنا سخن جدا مغلي. بالراحه كده، بالضرب بالمضرب اليدوي العادي خالص اهو. ما شاء الله القوام حلو جدا. عايزه اقول لكم ان لحد كده دي كيكه الحليب الساخن او الحليب المغلي. ودي تقدري انك انت تستخدميها للطرط، احلى طرط في الدنيا. ولا دقيق سبونج ولا اسبونش زي ما بتسميه، لانه الدقيق بتاع الاسبونش غالي جدا يا جماعه. دلوقتي لو انت حابه تعملي تورته، هي كده دي قوام التورته وطعمها وهشاشتها. ومش هتسقيها بقى في الحاله ديت، يعني هي نفس الخطوات دي بالظبط عشان ما لخبطكمش. دلوقتي بقى هنشوف نعمل ايه برضو من نجاح الكيكة جدا. هجيب بقى القالب اللي انا هحط فيه، انا هحط هنا في قالب مستطيل عشان اطلع القطع مستطيلة كده وحلوة وكبيرة زي اللي بنشتريها. احنا بنشتري قطعة القشطوطة او التريليتشيا بحوالي 45 جنيه، وممكن 65 جنيه على حسب المكان اللي انت فيه. لا احنا هنعملها في البيت. ممكن تعملي طبعا في صينية مدورة، وممكن استانلس بس او ألمونيا يعني.
لكن انا هحطها في ديت علشان تبقوا شايفينها يعني من كل الجوانب عشان التصوير يعني. حطيت كده فرشه من الزيت وقست الاول مقاس ورق الزبده زي ما انتم شايفين. ودي خطوه برده مهمه جدا، هتسهل عليكي خالص الكيكه ديت او القشطوطه، او حتى لو انت هتعمليها تورته بعد كده. بصوا بقى، بقطع الورق بالشكل ده. حبيت اوريكم الخطوه دي، مفيش حد بيعملها، لانه ممكن في البنوتات اللي لسه مبتدئين والبنوتات الصغيره تحب تعمل حاجه حلوه هتكسل، يعني بعض خطوات هتبقى مش فاهماها قوي. لكن انا حبيت اوريكم الخطوه دي بس. وفرشت كده ورق الزبده واحط عليها العجينه بتاعتنا. بصوا القوام بتاعها عامل ازاي، سايل متماسك ما بين الاتنين، مش تخينه قوي بالشكل ده. بصوا ما شاء الله، هي اصلا ملت حوالي تقريبا 50 او 60% من الصينيه. اهو بوريكم ان ارتفاعها فعلا جاي بالنص. طبعا ده شيء مبشر جدا انه هي يعني هتطلع لفوق اكتر. فوطه مطبخ بقى، ونحط كده الصينيه ونخبطها 3 مرات عشان بصوا تطلع الهواء اللي جواها. ودي خطوة حلوة جدا علشان تبقى برضو القوام بتاعها حلو، والمسام ما يبقاش واسع قوي المسام بتاعتها، فتهبطها مننا لما تستوي. هقول لكم برضو كل التكات والحركات. لو انت وصلتي هنا مش مشتركة معايا في القناة، انزلي تحت الفيديو اشتركي سبسكرايب، وكمان اعملي لايك وكومنت حلو كده بشجعني جدا. ونعمل بقى بخلة كده. ودلوقتي هدخلها في فرن متسخن. الفرن يكون درجة حرارته 180. هتتحط على الشبكة، هتاخد من 45 دقيقة لساعة كاملة. أنا سبتها ساعة كاملة، وهوريكم اختبار الخلة لما تطلع إن شاء الله. ولو احتاجنا طبعا الوش نروح نشغل عليها الجريل أو الشواية عشان تدي لون ذهبي. دلوقتي بقى في الوقت دوت أعمل الكريمة وهي في الفرن. معايا هنا كريم شانتيه شوية صغيرين دول، شاريهم ب20 جنيه يا جماعة. رحت كمان جايبة كيس كريم شانتيه برضو حطيته. طبعا الكريمة اللي هي السايبة دي لما تبقى ما فيهاش سكر يفضل. حطيت سكر بودر زي ما شفتوا، ولبن مسلك جدا، وممكن تستخدموا ميه متلجه من الفريزر او من التلاجة عادي. بس انا يعني عايزه الطعم يبقى حلو بجد، الطعم الدسم وجميل جدا. اخد مني حوالي كوبايه وشويه من اللبن الحليب المتلج. تضربي تضربي لحد ما تكتر كتير واحطها في التلاجة. دلوقتي بقى معايا لتر من اللبن الحليب، وهدعمه بربع كوبايه من اللبن البودره او اللبن البودر النيدو يعني. ومعايا هنا معلقتين كبار من الكريم شانتيه اللي انا عاملاه، اخدت منهم معلقتين يعني كده، وهقلبهم كويس خالص لحد ما يدوبوا في لتر الحليب. خطوه مهمه جدا، لو قلبتي بالمعلقه بس هيبقى محبب لما تسقي بيه الكيكه بتاعتك. فخطوه مهمه خالص. تقدري تضربيه بالهاند بلندر او بالميكسر اللي هو ده، او ممكن تحطيه في شفشق الخلاط وتضربيه عادي خالص. المهم ان هو هيندمج، وهتلاقيه كده بقى عامل رغوه ودسم جدا. عارفين يشبه اللبن المكثف، اللبن الحليب الجميل الطبيعي اللي لسه محلوب. بص شكله رغاوي كده، وبقى عايزه اقول لكم انه غني جدا. ولا استخدمنا كريمه خفق ولا اي تكاليف تانية، كفايه قوي الكريمه الشانتيه اللي احنا حاطينها والكريمه اللي احنا مستخدمينها. هحطه في التلاجة برضو دلوقتي. بسم الله ما شاء الله، الكيكه طلعت بعد ساعه بالظبط. بصوا شكلها تحفه. جابت اخر الصينيه زي ما انتم شايفين، عدت ما شاء الله ورق الزبده اللي انا حطاه، وساوت. بصوا الارتفاع ما شاء الله. انا بحط لكم صبعي كانه بوريكم يعني ان هو مسطره، كانه مسطره بالظبط. جايبه ارتفاع الصينيه كله. بصوا ما شاء الله الارتفاع حلو جدا. نختبر التسوية وهي في الفرن بالخلة. بصوا يعني تحطوا الخلة كده في نص الكيكة. لو لقيتوها خالصة أو فيها فتافيت بسيطة، اعرفي إنها دقيقة كده. لو فيها فتافيت يبقى دقيقة خلاص وتطفي عليها. لو خالصة خالص خلاص اطفي عليها على طول. أنا أخدت معايا ساعة بالظبط. وبعد كده زي ما انتم شايفين ما شاء الله طالعة وسهلة جدا. طبعا أنا بسلك حاجة بسيطة، الحتة اللي هي تساوت مع حوائط الصينية بتاعتي. في الخطوة دي بقى نقلبها على صينية او على ان شاء الله حتى قطاعة عندك اي حاجة. بصوا السهولة. عشان كده انا قلت لكم خطوة ورق الزبدة دي مهمة خالص، هتحببكم ان انتوا تعملوا القشطوطة او التورت. هتقدري تعمليها كل يوم. عايزة اقول لكم من اعجاب جوزي وولادي قالوا لي احنا عايزينها كل يوم بجد. بس اهم حاجة التكاليف طبعا، يعني اهم حاجة نبقى جاهزين كده باللبن الحليب والكريم شانتيه بتاعنا.
بشيل بقى ورق الزبدة كده بكل سهولة من كل الجوانب. بصوا بالراحة طبعا، لانه اللي هم اللي في الجنب في بقى، لانها كانت سايلة طبعا القوام بتاع الكيكة. فداخل كده بينهم بالراحة برضو، نسلك كده اي حاجة. سايبالكم خطوة خطوة، عشان انا بجد عايزة اقول لكم ان انا دي تاني مرة اعملها. اول مرة فشلت مني لان كان في اخطاء. في ناس تقولك ما تحطيش زيت، ما تحطيش مش عارفة يعني بعض حاجات كده غلط خالص. فبجد دي مقاديرها تحفة، ومقاديرها مظبوطة 100%. انبهرت بجد بيها، ما شاء الله الله اكبر. كمان خطوه مهمه، ما تفتحيش عليها الفرن وتشوفي التسويه غير بعد نص ساعه او 45 دقيقه. هي مش هتاخد، يعني هي مش هتاخد اقل من كده ابدا. فما تفتحيش عشان ما تهبطيهاش. وكمان لما تخلص بعد ساعه او 45 دقيقه وليكن، تفتحي باب الفرن تتهوى شويه عشان ما تهبطش. سيبيها 5 دقايق في الفرن وانتي طافياه، وبعدين نشيلها ونطلعها. ولما نيجي نطلعها على شبكه زي ما شفتوني، عشان تبقى مهويه من فوق وتحت. ما يعني ما تحطوهاش كده على الرخامه، تبقى الرخامه مثلا بارده او ساقعه من تكييف او من مروحه تروح تهبطها. كل دي اسباب نجاح الكيكه بتاعتنا. دلوقتي زي ما شفتوا رجعتها تاني في القالب، لان انا مش هقلبها على الناحيه التانيه ولا حاجه. انا بس هشيل الوش القمر ده، صعبان عليا قوي. بس طبعا الوش دوت يعني بصوا هيروح فين؟ هناكله طبعا، ده كلنا كنا بنتخانق عليه. ده كانت التصبيره بتاعتنا على بال لما الكيكه، لانها كل خطوه بتاخد ربع ساعة كده تقريبا وممكن اكتر. طبعا الوش الجميل ده احنا هناكله. بصوا بقى دلوقتي انا طلعتها 10 دقايق، لما هديت بدأت اتعامل وشلت الورق الزبدة. وبعد كده شلت الوش زي ما انتم شايفين عشان يتشرب حلو معايا. وكمان بحط عليها واسقيها اللبن اللي احنا حاطين له كريم شانتيه و ولبن البودرة. بصوا سقيتها ما شاء الله، شربتها كلها. المفروض تحطوها كمان ربع ساعة تشرب، يعني تتشمع او انها تبرد تاني في التلاجة. تقدري لو عندك وقت اعملي كده. وبعد كده نحط بقى عليها، انا ما عنديش وقت وعندنا الصبر بصراحة، حطيت عليها على طول الكريمة اللي انا حطاها برضو في التلاجة علشان تسقع كده برضو وتتماسك. كل ما انت تكوني عاملة القوام بتاع الكريمة حلو، ما يبقاش ممهمط كده وسايل منك، علشان ما يتعبكيش ويبقى حلو جدا، ويبقى كل الدنيا مظبوطه، مفيش حاجه تسيح على حاجه. بوريكم انه ممكن بالقطاعه تساوي، او ممكن بالسكينه زي اللي معايا ديت، سكينه الطورات الجاتوهات الحاجات ديت. في ناحيه مستويه وفي ناحيه مشرشره. ممكن تعملي بالمستويه زيي، او المشرشره لو عايزه شكل، بس احنا هنغطيها بالكراميل. حطيتها طبعا في التلاجة تاخد لها ربع ساعه او نص ساعه. هعمل الكراميل دلوقتي. دلوقتي معايا كوبايه من السكر المحبب اهو، سكر خشن بس ناعم شويه، عارفينه طبعا، بوريكم شكله. علشان السكر لو كان اللي هو المصفر شويه، اللي هو سكر اسمه البنجر، ده هيتعبك شويه ويعمل معاكي تكتلات. لكن السكر ده حلو قوي. حطيته في طاسه على النار، ومش هقلب لغايه ما يبدا يعمل ويسيح لوحده. معايا نص كوبايه من الميه، عليها معلقه صغيره من النشا، هدوبها واخليها على الجنب عشان ابقى مستعده. وبقلب كده بسرعه بسرعه وبالراحه برده، بسرعه وبهدوء يعني، علشان ما تتلسعيش. دلوقتي بقى اهو زي ما انتم شايفين ساحت معايا. هنزل عليها بمعلقتين كبار من الزبده. بصوا بقى الكراميل دوت او الطوفي هيبقى طعمه بجد في حته تانية خالص. الزبده دي طبعا هتخلي طعمه فظيع. حطيت دلوقتي نص كوبايه الميه اللي عليها معلقه صغيره من النشا، وبقلبها برضو بالشكل دوت بشويش كده، وتكوني سريعه برضو. دلوقتي بقى كوبايه من اللبن الحليب، ويكون دافي، يعني تبقي مسخناه على النار شويه، مش غليان يعني، بس يبقى سخن شويه علشان يبقى القوام حلو. ونزلت بيهم كده واقلبهم حلو. دلوقتي بقى هستخدم كمان المضرب السلك دوت او البلاستيك دوت السيليكون، علشان انه يتوزع، واي كده كتل فيه السكر تكون دابت معايا تماما. هقعد اقلب وايدي فيه كده على طول علشان النشا يتوزع ويبقى القوام مثالي جدا بتاع الكراميل بتاعنا. اول ما ياخد غلوتين 3 هطفي عليه، وبديله برضو تقليبه كده. انا طفيت. بصوا القوام ما شاء الله، انتوا متهيألكم ان هو سايل، لكن هو سايل تخين. بعد شويه هيبرد وهيبقى متماسك
جدا وهيبقى حلو جدا. لازم نستنى لحد ما يبرد تماما حتى ما يبقاش دافي. بصوا بقى دلوقتي انا طلعت الكيكه بتاعتنا من التلاجة متشمعه ما شاء الله. وبصوا بارتفاع وسوى الايادي، يعني ارتفاع شاهق. انا يعني عايزه اقول لكم ارتفاع بجد صدمني ما شاء الله. بصوا الكراميل برد تماما ولا حتى دافي، برد خالص. تحت المروحه عادي يا جماعه، او عايزين تبردوه في التلاجة ولا حاجه عادي مفيش مشكله، عشان يبقى الطبقات حلوه وما تختلطش ولا تدخل كده في بعض. بصوا بقى بننزل بيها كده بسم الله على الكريمة بتاعتنا وبالراحة، ونحاول ان احنا نوزعها كده توزيع بهدوء كده علشان نوزعها حلو. ولا اجمل حلواني، ولا قشطوطه ولا بلبن ولا الكلام ده بقى. هي دي القشطوطه اللي بتتباع ب 400 جنيه. على ايه؟ انا كلها ما كلفتنيش مثلا، يعني ما كملتش 50 70 جنيه على فكره. وادتني صينيه قعدنا ناكل منها ما شاء الله أسرة كبيرة يومين كاملين، وكل واحد واخد له هايس ما شاء الله في أحلى وألذ كيكة حليب تريليتشي أو أشطوطة مسقية باللبن، حاجة كده تحفة. في ناس طبعا بيحطوها او يغرفوها في اطباق زي بلبن، بيحطها ساعات يعني في انواع، هو انواع عنده. انا اكلت عنده النوع اللي هو اللبن بيبقى حوالين الكيكه كده بينز، زي ما انتوا شفتوني في بدايه الفيديو القطعه يعني. وفي انواع عنده، بس انا ما طلبتش النوع التاني اللي هو رز بلبن من تحت، حسيت هيبقى تقيل قوي. في ناس بتعمل رز بلبن وتحط القطعه عليه في كل طبق. بصوا بقى دلوقتي شوية كريمة كده متبقية من عندي بعد ما وزعت الكراميل، مخلية كده معلقتين على الجنب، حطيتهم في كيس تلاجة وقصيت منه حتة صغيرة، وعملت الشرايط ديت او الخطوط دي، وبعد كده بالخلة رايح جاي جاي رايح. بص الشكل تحفة، وكمان هكرر تاني، عجبتني اللعبة بس بجد خطيرة. عايزة اقول لكم لو انتوا حطيتوها لتاني يوم هتبقى حاجة خيال في التماسك والطعم اكتر واكتر. طبعا احنا حطيتها زي ما شفتوني كده ربع ساعة تقريبا يعني، لان ما فيش صبر خالص. بجد تحفة، انصحكم تجربوها. اجمل اشطوطة واجمل تريليتشي هتعملوها بمقادير مظبوطة، خيال في المقادير، وانها سهلة جدا. نطلع بقى كده اول قطعة، خلينا كده في الطرف لان اول قطعة بتبقى يعني مش مظبوطة قوي وانتي بتطلعيها او بتبوظ اللي جنبيها، بس تحفة تحفة فظيعة. بصوا الجمال، الله. اللي جنبها اللي جنبها طبعا بوظتها شوية، ناكلها بقى دي اول قطعة طبعا. وحتى عند الحلواني يا جماعة عادي خالص، خليها لينا مش مشكلة، احنا اللي مصنعها هي دايما كده يعني. بصوا بقى الجمال، عايزة اوريكم في كل مستويات الصينية، في الطرف او في النص كلها ارتفاع شاهق وارتفاع واحد. ما تنسوش لايك كده وكومنت جميل منكم بجد بيشجعني جدا، واشوفكم في فيديو جديد. مع السلامة.